احلفك بالله الغالي لو شفت الفيديو ده بأمان عليك ما تقلق، لان الموضوع ده مسألة حياة او موت. دلوقتي في شركة اسمها ريد كول، الشركة دي اساسها اسرائيلي، فاتحة هنا في مصر. انا لما جيت ابحث عن المنتج ده على اليوتيوب طبعا ما لقيتلوش اي محتوى، لما جيت ابحث عليه على جوجل كروم ما لقيتلوش اي صورة ولا اي محتوى موجودة اصلا. انا لما جيت اصلا اشتريه من الاول لقيته المفروض ان المنتج ده مصنوع في مصر. لما بحثت على جوجل كروم بقى باسم الشركه المكتوب هنا شركه مارينا للصناعات الغذائيه، طبعا اسم شركه مارينا للصناعات الغذائيه اكيد مصري. شركه مثلا المنتجات اللي هي مكتوبه على الحاجات اللي هي بتبيعها مكتوب عليها باللغه العبريه وجنبها باللغه الانجليزيه. وفجاه ان انا الاقي كومنت مثلا من واحد اسرائيلي يقول لهم احنا عندنا مكونات كذا 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 كذا. الاسم ذات نفسه اسم الشخص ده هتلاقيه موجود عندكم هنا، اسمه باللغه العبريه مكتوب كذا كذا، المطلوب مكونات كذا كذا كذا. تمام. الا نخش على بوست تاني ان نلاقي البوست ان الصلصه دي او التونه اللي هم كاتبينها دي نصها بالعبري ونصها التاني بالانجليزي. دلوقتي رايح اجيب حاجه اشربها فلقيت الحاجات اللي احنا عاملين لها مقاطعه فما اشتريتهاش. لما لقيت المنتج ده مكتوب عليه صناعه في مصر قلت عادي. بس بالنسبه لحاجه كلمه صناعه في مصر ويكونوا مثلا اصحاب الشركه اسرائيليين وفاتحين هنا في القاهره، هنا شركة مارينا للصناعات الغذائية خدمات المستهلك للشكاوي، وبعد كده صنع في مصر. بعد كده كاتبين أرقام التليفونات 010 و010 و010، فأكيد طبعا أدام معاهم أرقام تليفونات 010 فأكيد هم مصريين ما شاء الله عليهم. يبقى إيه، مصريين متجنسين في اللي ما يتسموش. فعاملين لنا منتج يموت أطفال يموت شباب، الله أعلم من حد تاني أصيب. لما أنا شربت المخروب ده اول يوم في بالليل حسيت ان في تعب، طبعا في ضربات زياده في القلب. بعديها مثلا بيومين ثلاثه نفس الموضوع، حاسس ان انا اصلا رحت تتسحب مني. لقيت المكونات عادي فيها فيتامين ومش عارف ايه، فيتامين 5 وفيتامين 12 وانسولين وكافيين. فجأة ان انا الاقي في اخر البتاع بيقول لك ممنوع ان حد يشرب المنتج ده اقل من 18 سنه بسبب ان هو ممكن ايه يحصل فيه ضربات القلب، حاجات غريبه كده يعني، يتم ضمور في ضربات القلب. طب ما احنا ماشي يا عم، احنا بنشرب ريد بول، بنشرب مش عارف ستينج، ما بيحصلناش اللي حصل ده ليه؟ وبعد كده هنا مكتوب ايه، انك حضرتك انك ما ينفعش تشربه قبل التمرين عشان خاطر مش هيعمل لك اغماء. انت سيبك من الكلام اللي هم كاتبينه دول، هو في الاول وفي الاخر ان هو المنتج ده صناعه اسرائيليه، صناعة إسرائيلية مكتوب عليه صنع في مصر، صنع في مصر. بأمان عليكم، بأمان عليكم، لو الفيديو ده يهمك ويهم اخواتك ويهم الحفاظ على أرواح الناس، لأن فعلا حاجة زي كده ممكن تتعبهم جامد. ومن الناس اللي هم ما يستموش إلهي يتحرقوا بجاز وسخ ونشوف فيهم يوم أسود على دماغهم. وأحلفك بالله العظيم تعمل مشاركة للفيديو ده وتوصله لأكبر عدد ممكن. نعيش في مرضانا ومرضى المسلمين، والسلام عليكم.